شباب النهارده معانا الموديل الخامس تقريبا او السادس معرفش بس موديل اس في ام او السبورت فيكتور ماشين. طبعا الموديل ده بيشتغل كلاسيفيكيشن يعني وبيشتغل ريجريشن. تعال نشوف مثلا دلوقتي ايه فكرة الموديل ده او بيعمل ايه او ايه الايدج الحلو عنده. تخيل مثلا عندي داتا بالشكل ده كده متقسمة متوزعة كده مثلا باللون الاحمر، وعندي هنا داتا مثلا متوزعة باللون الاصفر كده. دلوقتي الموديل ده بيعمل ايه؟ الموديل ده بيرسم افضل خط. اي موديل عامه بيفصل بين البيانات عشان يتعلم منها، تمام. بس الاس في ام الايدج عنده او القوه عنده فين؟ في ان هو يرسم افضل خط ما بين الداتا دي عامه يعني. ان هو يرسم افضل خط ان هو بيتعلم احسن. طيب تعالى مثلا هتقول لي طب افرض مثلا عندي الداتا بالشكل ده كده، يعني مثلا عندي هنا كده كرات حمراء وهنا مثلا الصفرة بقت هنا كده. هو هيعمل ايه؟ عامة هو بيعمل بيست لاين زي ما احنا متفقين. وهو بدل ما هيرسم البيانات او يرسم الخط قريب من البيانات، هو هيرسم الخط بحيث يكون ابعد ما يمكن على الفئتين. يعني ايه بقى؟ يعني هنا بدل ما هو هيرسم افضل خط، يعني مثلا انت تقول لي فوق 4 وتحت 3، المفروض هو مثلا يروح جاي رسم الخط هنا كده. ليه؟ هيخلي دول مثلا 3 ودول 4 ففي اتزان. لا هو مش هيعمل كده. هو بقى في نفس الداتا دي هيروح جاي عامل ايه؟ ركز معايا كده. وهيروح جاي فاصل الداتا دي بعيد عن بعض كده. هيبدأ يعمل يوسع المسافات، يعني مثلا الأربعة دول وهيخلي الأصفر دول بدل ما هما 2 هيخلوهم ايه؟ التلاتة دول. وهيروح جاي فاصل ما بينهم كده. هو وسع ما بينهم، تمام. ايه بقى في هنا الحاجة دي المسافة دي لها اسم، إيه اسمها؟ المارجن. تمام. المسافة ما بين البيست لاين والداتا عندك اسمها المارجن، تمام. وكل ما المارجن دي كبرت، كل ما المسافة دي كبرت، الناس هتقول النموذج هيبقى يعني اغبى. لا، هو ده النموذج هيبقى اقوى وهيتعلم اكتر، تمام. لانه الحيز الخطأ عنده هيبقى قليل جدا، تمام. يعني مثلا البيانات عندك في فوق كده، وعندك الخط هنا، والبيانات عندك تحت كده. فمثلا في بيانات هنا هتتصنف مع دي، وبيانات هنا هتتصنف مع دي. بالتالي هو هيبقى المارجن بتاعته كبير بدل ما كل البيانات تخبط في بعض. طيب ايه السبورت فيكتور ده بقى؟ ركز معايا في حته اللي هو الاسم جاي منين. ما هو اس في ام اللي هو سبورت فيكتور ماشين. ايه السبورت فيكتور ده؟ السبورت فيكتور ده اللي هو ايه؟ يعني مثلا عندي الداتا بالشكل ده كده، 3 هنا وواحده هنا. ومثلا عندي داتا بالشكل ده كده، واحده هنا و3 هنا كده، تمام. ايه بقى ده؟ بص بص بص. جاء طبعا النموذج رسم الخط هنا. فين السبورت فيكتور؟ هو ده السبورت فيكتور. يبقى ده اسمه السبورت فيكتور. طيب ايه السبورت فيكتور ده؟ هو مش كل البيانات بتأثر. يعني ده، شفت الابعد ده؟ مش هو اللي بيأثر، تمام. ايه اللي بيأثر؟ البيانات القريبة بس، تمام. يبقى البيانات القريبة من الخط هي اللي بتحدد ايه؟ بتحدد مكانه. السبورت فيكتور بيشوف البيانات المختلفة القريبة. يعني مثلا عندك هنا جينا مثلا رسمنا كده بالشكل ده كده، وجيت انت رسمت ده كده كده، وجيت رسمت ده كده ورسمت كده، تمام. هو هيرسم فين الخط؟ طبعا كله عارف ان هو هيرسم هنا. طب بسبب ايه؟ تقول والله ده احمر وده اخضر. لا، هي مش ماشيه كده. هي ماشيه بالسبورت فيكتور ده، تمام. هو اقرب 2 هو اللي بيرسم ما بينهم الخط. اقرب 2 مختلفين هو اللي بيرسم ما بينهم الخط. طيب ماذا لو البيانات بقى ايه؟ مش خطيه. يعني مثلا عندك ايه؟ عندك كرة حمراء، وبعدين كرة خضراء، وبعدين واحدة حمراء تانية، وبعدين واحدة خضراء تانية. طبعا البيانات دي كده مش خطية. ومثلا ممكن دي خضراء هنا، يعني عادي. ايه اللي بيحصل؟ والله بص، في حاجة اسمها الكيرنل تريك. الكيرنل تريك ده بقى بينقل الداتا عندك او البيانات الى ابعاد اعلى بحيث تصبح قابلة للفصل. ايه معنى الكلام ده؟ بص، انت عندك الكيرنل يا اما لينير خطي، يا اما باينوميال، تمام، اللي هو مموج كده، يا اما الار بي اف، تمام.
يبقى عندك في اللينير، باينوميال، بولينوميال، وعندك الار بي اف. البولينوميال ده اللي هو انه مثلا البيانات عندك الحدود هيرسم حدود منحنيه. الفكره هنا في اللينير ايه؟ انه انت قلت له الداتا عندك لينير، تمام، وهو هيبدا يفصل ما بينهم. يعني مثلا عندك كده ده كده لينير، هو هيفصل ما بينهم. طب البولينوميال يعني ايه؟ يعني مثلا وليكن عندك ايه، كرة هنا حمرا كده، وهنا كده، تمام، وبعدين جاب لك هنا واحدة خضرا كده، تمام، وجاب لك هنا واحدة خضرا. ايه الفكرة بقى؟ ان هو يروح جاي رسم كده مثلا، يرسم باينوميال كده، يرسم مثلا كده، تمام، يرسم زي ما هو حابب. انت فاهمني؟ ايه الار بي اف ده؟ الار بي اف ده يا باشا هو اكتر حاجه بتستخدم، وده لو انت مش عارف طبيعه البيانات. طبعا انت ممكن ما تكونش عارف طبيعه البيانات، او هي تبقى لينير بس مش لينير قوي، تمام، او ممكن تبقى بولينوميال بس مش بولينوميال قوي. فبالتالي الار بي اف اضمن لك يعني. اهم الهايبر بارامتر موجود عندي وهي نوع الكيرنل. الكيرنل طبعا نوع الكيرنل بتحدده، بتقول له السي، يعني ده الكيرنل، تمام، بتقول له السي. والله السي بص لو كبير ممكن يصنف كل نقطة صح حتى لو عمل حدود معقدة يعني، وممكن يعمل حاجة اسمها الاوفر فيتنج، تمام. طيب، طب لو السي دي صغيرة، ايه اللي بيحصل؟ هو هيسمح ببعض الاخطاء بس هيعمل حدود ابسط، وده هيحسن في التعميم. فاحنا بنفضل ان هو يكون الرقم صغير شوية. حلو. في حاجه اسمها الجاما، والجاما ديت بتستخدم مع الار بي اف. لو كبيره هيحفظ البيانات، ولو صغيره هيعمم. هي طبعا مفهومه السي زي الجاما، تمام. وطبعا انت بتستخدم الار بي اف اكتر حاجه، وده طبعا الموديل. وهنشوف دلوقتي هنشتغل على داتا حقيقيه في الموديل ده. طب يا شباب احنا هنشتغل على الداتا اللي بنشتغل عليها كل مره. فدلوقتي عندي الداتا اللي هي بتاعه المينتيننس واللي كنا شغالين عليها من فتره. وطبعا انا سيلكتد الفيتشرز هنا وعملت السبليت والتست. وطبعا دلوقتي جه وقت النموذج. طبعا دلوقتي خلينا نشوف احنا هنستدعى الموديل ازاي. وهنستدعاه من sklearn برضو from sklearn.svm، تمام. svm ده العام والشامل، انما الاس في ار او الاس في سي هو ده الريجريشن او الكلاسيفيكيشن. طبعا احنا بنشتغل هنا كلاسيفيكيشن، طبعا هتشيل الار، مش هتخليه اس في ار انما هتخليه اس في سي، تمام. بعد كده الخطوه اللي بعد كده وهو ان انت هتقول له الموديل زي اي موديل عادي اس في سي. هتفتح القوس وهتحط البارامترز عندك. هتقول له الكيرنر لينير، لا احنا مش عايزينه لينير، احنا عايزينه ار بي اف لان احنا مش عارفين نوع الداتا. فخليه ار بي اف. خلي السي مثلا كده، وليكن نشيل السي دلوقتي ونبدا نشوف اما نحط السي ايه اللي بيتغير. ادي البارامترز. وتعالى نشوف زي ما احنا شايفين السي هو اختارها بواحد، الار بي اف الكيرنل ار بي اف، الجاما سكيل. وعندك ايه تاني في البروبابيلتي خلاها فولس. طبعا احنا ممكن نخليها ترو دلوقتي. فهنشوف دلوقتي ايه اللي هيتم، بس نكمل في الموديل. طبعا بعد كده هتقول له موديل دوت فيت. طبعا هو عمل موديل دوت فيت. بعد كده انت هتقول له البروبابيلتي او ايكوال موديل دوت بريدكت، موديل دوت بريدكت اكس تيست. خلاص، هو بيختبر في الاكس تيست. وبعد كده هنبدأ نقيم في النموذج من خلال الاكيورسي. طبعا هتقول له from الماتريكس sklearn.matrix import الاكيورسي سكور. طبعا هتقول له الاكيورسي equal accuracy score. هنشيل البروبابيلتي، نشيل البروبابيلتي والواي تيست، تمام. طيب الاكيورسي هنشوف الاكيورسي طلعت كام. خلينا نقول print الايه accuracy. طبعا طلعت 96% او 97% تقريبا.